السلام عليكم. كيكه ديال اليوم كنديروها الطحين كيكون فيها قليل وكنديروها بالكاناش ديال الشوكولا والماء. غادي نحتاجو فيها 3 ديال البيضات كونوا بحراره المطبخ، كاس العنبه ديال السكر 150 غرام، وكاس اللارب ديال الزيت. ومن الاحسن خلطوا الزيت والزبده كيعطي واحد المذاق احسن من كيكون غير الزيت بوحدو. شويه ديال الملحه، كاس ديال الياغورت، وغادي نخدموا كلشي مزيان. من بعد غادي نزيدو 4 كاس ديال الماء. بالنسبه للوز داكشي اللي كتب الله اللي عندكم طحنوه غربلوه وديروه، ولا بغيتو تحيدوه حيدوه. 3 ديال المعالق ديال الكوك، نص كاس اولا كاس ديال اللوز. انا في الاول درت غير نص كاس ولكن زدت له نص كاس اخر، يعني بحال درت كاس ديال اللوز مطحون. قد ما كثرتو اللوز غادي تقلوا من الطحين. انا درت غير 150 غرام ديال الطحين مع 2 خمارات ديال الحلوه 14 غرام. صافي خذوها طيب 170 درجه الفران كهربائي، عافيه متوسطه الفران ديال الغاز. بالنسبه للشوكولا غنحتاجو واحد 60 غرام ديال الشكلاط. غادي نغليو مزيان واحد نص كاس ديال الماء، خصو يغلى. ناخذ منه مقدار واحد 2 حتى 3 ديال المعالق، نكبوهم على الشوكولا، خليوهم مده واحد دقيقه تقريبا على ما تسخن داك الشكلاط. صافي خلطوهم مزيان كيف ما كتشوفوا كتعطي واحد لاصوص لامعه وزوينه بزاف. من الاحسن الى عندكم الوقت خليوها تشد هكا شويه في راسها، ديروها فوق الكيك. ما كانش عندكم الوقت صافي كبوها كيف ما درت انا، لان صراحه كنت مضطره، راكم عارفين نهار الحد اصلا الكيك راه مجيه الاخرى راه مقطع منه النص. يعني المهم غير باش نكمل لكم التصويره هكا زينتها لكم. المهم هو انها كيكه كتجي الطحين فيها قليل وكتجي رطبه وهشيشه كيف ما كتشوفوا. لاصوص سهله وكتجمع راسها قد ما الكيك يبرد، قد ما داك لاصوص كتجمع راسها وكتجي كريميه كيف ما كتشوفوا. هذا راه نهار الثاني، يعني الكيكه راها بايته، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. تقدروا ديروها حتى بشكل دائري بحال هكا الا عجبكم، راه نفس الكيكه غير الشكل اللي مختلف. شكرا على المتابعه والى اللقاء.